سبق الإصرار والترصد هم ظرفين مشددين لعقوبة جريمتي القتل والضرب. ومش معنى توافر سبق الإصرار يبقى الترصد متوافر، ومش معنى توافر الترصد يبقى سبق الإصرار متوافر. يعني ممكن يتوافر الترصد لوحده، وممكن يتوافر سبق الإصرار لوحده، وممكن يتوافر سبق الإصرار والترصد. فمثلا جريمة زي جريمة القتل عقوبتها بتكون السجن المؤبد أو السجن المشدد. لكن في حالة توافر أي ظرف من الظرفين دول أو توافرهم الاثنين مع بعض فبتكون العقوبة الإعدام. وسبق الإصرار طبقا لتعريف قانون العقوبات وأحكام محكمة النقض هو القصد المصمم عليه قبل ارتكاب الجريمة، يكون الغرض منه إيذاء شخص معين أو غير معين، سواء كان القصد ده معلق على حدوث أمر معين أو موقوف على شرط. طيب معناه إيه القصد المصمم عليه إيذاء شخص معين أو غير معين؟ معناه مثلا إن شخص بينوي ان هو قتل او ضرب اي شخص يعترض طريقه، مش شرط ان هو شخص معين. طيب النية ازاي ممكن تكون معلقة على حدوث امر معين او موقوفة على شرط. ده مثلا زي في حالة ان شخص هيهد سد وناوي ان هو يقتل او يضرب اي شخص يمنعه من كده. او مثلا العشيقة اللي بتنوي انها تقتل عشيقها في حال ان هو لم يتزوج. أما الترصد فهو تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن، سواء المدة دي طويلة أو قصيرة، سواء كان التربص ده خفي أو تربص ظاهر، يعني شخص بيستخبى لشخص في مكان أو في طريق بيتوقع قدومه إليه، سواء كان الانتظار ده هو منتظره ومستخبي أو إن هو منتظره وظاهر عادي مفيش مشكلة، بس المهم إن هو يكون في مكان متوقع قدومه إليه. وده كان باختصار معنى سبق الإصرار والترصد اللي بنسمعها كتير في المحكمة، بنسمعها كتير في قضايا رأي عام، بنسمعها كتير في الأفلام والمسلسلات. سلام.